السلام عليكم، كيفكم؟ كيف احوالكم؟ ان شاء الله الفيديو لقاكم بالصحه جيده. كيفكم؟ كيف اموركم؟ تحضرون للعيد؟ والله الغربه كارثيه بالفتره العيد. يلا شو حنسوي؟ الحمد لله ما دام الصحه الجيده اهم شيء. اليوم حشارك معكم شوربه خاص سويديه، اكثر شيء السويديين يسووها. هنا السويديين يسوون شوربه اكثر شيء بالخميس، يوم الخميس حشاركها معكم. الشوربه دي يعني كل الاغراض تقريبا موجوده باي بيت. اول شيء تاخذون بصل تحمصون زين، بعدين تضيفون عليه الفلفل الاخضر. اذا ماكو فلفل اخضر تضيفون عليه احمر او اصفر، انا افضل اخضر، لكم الاختيار. تحمصوها كله زين. الشوربتي مال لحم مفروم والخضروات. بعدين تضيفون لحم مفروم وتحمصيها زين. شفتوا تتحمص زين. بعدين حتضيفين عليها قطع البطاطس، قطع صغار، وتحمصيها الى ان تتحمص زين. وبعدين تضيفين عليها معجون الطماطة وتحمصيها، تحركيها زين. انا بالنسبه للبهارات بسوي بس اللحم، بسوي بس ملح والفلفل الاسود. شفتي انا هسه ضفت البطاطس، وبعدين معجون الطماطة حضيف والفلفل الاسود وش اسمه والملح يتحمصون زين. بعدين اضيف عليهم كريمه الطبخ، يعني موجوده باي سوبر ماركت، الواحد انت لك الاختيار. واضيف عليها 2 ديسيلتر مال الحليب بس، واسيبها تستوي بالطنجره. ووراها بعدين حسوي سلطه يعني مال الباذنجان والفلفل، معروف احنا عندنا بالمغرب. وبعدين حسوي كتف الخروف حبهره. يعني انا بالنسبه للبهارات مالتي اسوي يعني فلفل اسود وملح وكركم وشويه كمون. شفتوا الفلفل الاخضر، وحضيف عليه باذنجان والبهارات. شفتوا كيف بتصير الشكل النهائي مال الشوربه. بعدين حسوي الكتف، هسه حوري لكم. حسوي الكتف اسوي مع توم، يا اما تحطون توم يعني بالسكين تسوين ثقب بالكتف وتحطون راس مال توم، او التوم تسووه مع البهارات وتسوين فوق الكتف. يعني حسوي التوم مع البهارات واسويه فوق الكتف، وبعدين ادخلها للفرن. شفتوا المنظر مالتها كيف بيصير؟ وطيبة أنصحكم البنات تجربوها. أنا بجربها ومع الباجيت به الثوم وجاهز، يعني واحد يقدر يشتريه بالمحلات بالسوبر ماركت، هو جاهز، بس تدخليه الفرن يتحمر شوية وطلعيه. هو به ثوم وشو اسمه وزبدة يعني طيب يطلع. شفتوا الكتف؟ هسه حسوي البهارات، يعني كل واحد عنده طريقة خاصة مال البهارات مالته، وأدخلها للفرن. سوري أختكم إذا تشوفون الصوت مالتي شوية تعبان. وبعدين أدخلها للفرن. الطريقة حسوي على بهارات زي ما قلت، يعني ملح، فلفل أسود، توم، شوية سمور شوية، لأن أصلا الكتف به دهن. بالنسبة للرز، أنا الطريقة اللي أسوي المي بالطنجرة إلا أن يفور المي زين. أضيف عليه الرز صار لي ساعة منقعة بالمي، إلا لما يصير المي يفور أضيف الرز، وكل ساعة أحرك وأشوف إذا استوى نص استوي، يعني مو كله. بعدين أصفي المي ونفس الطنجرة أرجعها فوق الطباخ وأنصي على رقم 1. أسوي سمور. هسه أوريكم الطريقة. يعني أحط قطعة من الزبدة تحت وأنصي عليها رقم 1، وأضيف عليها الرز. شفت الطريقة؟ هسه الماء بلش يستوي، سويت عليها ملح
هحط الرز مع قطع من البطاطس. انا اضيف شويه قطع بطاطس مع الرز، شفتوا؟ طيب يطلع. ونفس الوقت احرك. بعدين لما شفتوا مستويين نص استواء اصفيه، وبنفس الطنجره زي ما قلت احط بها سمون او زيت على حسب، شفتوا؟ واضيف عليها الرز لما صفيته من المي والبطاطس، واغطيه وانصه على رقم 1 واسيبه على الاقل 10 دقائق الى ان يستوي. شفتوا؟ الى ان يستوي زين، وبعدين احركه واقدمه مع الشوربه وكتف مال الخروف. شفتوا الطريقه؟ الغطاء سويت عليه دم وبعدين غطيته ونصيت عليه الى رقم 1. واتمنىكم تجربوا شوربتي والله. لما خلصت الاكل وكملت قلت قعدت بالبالكون، حقعد شويه بالبالكون. الضلعه حطيتها بالفرن وقلت اشارك معاكم المنظر ده حلو، هدوء الدم وزقزقة العصافير، منظر حلو. اتمنى لكم الجو ده والله، ولو حار لكن يسوى. هسه حقعد بالبالكون. سوينا انا وبنتي شويه بالكون. قالت لي بعت اشتري ورد عندنا، بس ده هشتري ورد وازينه. شفتوا؟ اريد اشارك معكم المنظر ده، واتمنى تجربوا الشوربه اللي سويت تطلع طيبه واقتصاديه، يعني ما تاخذ وقت هوايه. يعني خضروات والاشياء اصلا موجوده باي بيت، وكتف مال خروف، يعني اي واحد عنده طريقته الخاصه. واريد بس اشارك معكم المنظر ده. يسوى والله. السويد بالصيف انا ما افضل اروح اسوي الصيف ببلد اخر. الصيف هنا بالسويد حلو، يعني بس قعدة البالكون وهدوء تسوى.